تعال اوريك ايه اللي وصل رامي ربيعة للحالة دي من العصبية، وازاي ان كولر كان من اسباب نرفزته. دي الهجمة من بدايتها وقدامك انبي واقف بيدافع ب5-4-1، ومع تدوير الكرة من النادي الاهلي باين قدامك ان الاهلي بيهاجم خط دفاع انبي ب4 مهاجمين بس، يعني مفيش تكافؤ او تفوق عددي، وكمان مفيش توسيع للملعب، الاطراف فاضية تماما، وبالتالي سهل على لعيبة انبي تضييق المساحات في عمق وقلب الدفاع. وعلى سبيل التوضيح وليس المقارنة، دي حالة بيحاول مانشستر سيتي فيها التفوق على دفاع كريستال بالاس المكون من 5 لاعبين. وليه اخترت السيتي بالذات؟ لأنه أكتر فريق بيواجه تكتلات دفاعية وفرق سايباله الكورة زي ما إنبي عمل مع الأهلي بالظبط. في الصورة هتلاقي إن السيتي عامل موقف 5-على-5 تكافؤ عددي، وده أول مبدأ خسره النادي الأهلي قدام التكتل الدفاعي لإنبي. محرز وكانسيلو موسعين الملعب على الآخر، وده هيجبر لعيبة الخصم في الحالة دي إن هم يسيبوهم علشان ما تظهرش مساحات في قلب الدفاع، فبالتالي دايما مفيش معاناة لنقل الكورة للتلت الأخير من الملعب عن طريق محرز وكانسيلو. دي بروين وفودن مع هالاند بيهاجموا قلب الدفاع، يبقى كده زي ما قلنا 5-على-5. بس مش بس كده، ده كمان جاي من وراهم برناردو سيلفا، وده بس زي ما بقولك مجرد توضيح لفكرة ممكن ازاي بيها تواجه دفاع متكتل الخط الخلفي منه مكون من 5 لاعبين. نرجع للحالة بتاعتنا. هنا كريم الدبيس واكرم مش فاتحين الملعب زي ما كان كانسيلو ومحرز عاملين مع السيتي. بس السؤال هنا هو ليه كريم الدبيس ما طلعش وفتح الملعب؟ تعالى افاجئك واقول لك ان السبب هو مارسيل كولر. شوف، مع نزول الدبيس لاستلام الكرة بشكل تلقائي اتحرك عمر الساعي للطرف وامام لعمق الملعب، نتيجة ان هي دي الجملة او ده اللي طلبه كولر من اللعيبة، مش الدبيس اللي هيفتح، ده عمر الساعي. وكان قرار غريب بالنسبة لي ان اللي يلعب على الطرف فوق على الشمال هو عمر الساعي، اللي اصلا هو تحت ضغوط وبيحاول اثبات نفسه بشتى الطرق، فمش ناقص ضغط زيادة في دور غريب عليه. في اللحظة دي لازم الدبيس كان يلعب الطولية لإمام والساعي في ظهر مدافع إنبي زي ما الهجمة كانت متصممة من مارسيل كولر، ولكن ضغط رفيق كابو بوظ الفكرة كلها، وكان لازم في اللحظة دي الدبيس يرجع يدور الكرة تاني مع رامي ربيعة، اللي كان فعلا قرا الموقف ونزل كام خطوة لتحت علشان يعيد الأهلي تدوير الكرة عن طريق رامي ربيعة. ولكن لأن في تعليمات معينة، ولأن لعيبة الأهلي بعد ما كانت بتكسب في البلس 90 بقت تتوتر تحت ضغط تأخر المكسب، ضاعت الكرة من الدبيس بسهولة. ولكن الموقف لسه 3-على-1 لصالح مدافعين الأهلي، فالمفروض إن الأهلي في الأمان، ولا يمكن كان يتخيل رامي ربيعة في اللحظة دي إن هو يدوب هيلحق يطلع الهجمة دي كورنر في آخر لحظة. لعيب إنبي مصطفى شكشك لقى نفسه بيعدي بكل سهولة من الدبيس ومن كوكا علشان يلحق رامي ربيعة الكورة بصعوبة ويطلعها ركنية، ويتعصب على الدبيس ويقول له العب بقى يا عم، لأنه كان مدرك خطورة الكورة والتوقيت. وبالفعل الركنية دي اللي جه بسببها ركلة جزاء إنبي، ولولا إن كالوشا ضيعها كان ممكن الأهلي حتى ما يطلعش بالنقطة ويخسر اللقاء. أشكرك لو وصلت لحد هنا، أتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تنساش اللايك والفولو.